السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم شهوات مع أزهار. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال إن شاء الله يا رب. غادي نشارك معكم اليوم كلاص بحجم عائلي. كيف شفتوا معايا كيجي الشكل ديالو زوين بزاف بزاف، والمذاق ديالو راه كيجي رائع، كيستحق فعلا التجربة. كيجي القوام ديالو بحال كريمي، يعني ما كيجيش داك الكلاص المحجر، هذا كيجي القوام ديالو رطب وكيجي بنين بزاف بزاف بزاف. مقاديره بسيطه مقارنه مع الكلاص اللي كناخذو من برا. يعني هذا كيجينا كيتقام علينا ارخص، وكيجي هكا الحجم ديالو كبير، يعني يكفي العائله ويشيط. كيجي هكا يعني المنظر ديالو زوين، وحتى المذاق ديالو راه رائع بزاف بزاف. كنتمنى فعلا تجربوه، غادي ينال اعجابكم، خصوصا في هذا الجو هذا بحال هذا الكلاص. كيكونوا مطلوبين وكيعجبوا الدراري الصغار وكيعجبوا حتى الكبار. نخليكم ندوزو نتعرفوا مباشره على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا علبه ديال شونتيي، ديال بودره الشونتيي من وزن 100 غرام كيف كتشوفوا معايا. هذه شونتيي كتصدق الصراحه احسن من ديك البودره ديال الكلاص. غير جربوا هذه ديال الشونتيي، كتجي زوينه وكتجي بنينه. هنا ضفت عليها نصف لتر ديال الحليب بارد مزيان، يعني كان في المجمد كيف شفتوا معايا، راه تقريبا غادي يتجمد كامل، راه هبط طريفات، ضروري خصو يكون بارد بزاف باش تطلع لينا الكريمه. هنا كنبقاو كنحركو مزيان كيف كتشوفوا هنا، يلاه بدات كتطلع لينا الكريمه. حيت درنا نصف لتر ديال الحليب، راه غادي تاخذ شويه ديال الوقت باش تشد راسها الكريمه وتطلع مزيان، ماشي بحال الكريم شونتيي اللي كنكونوا دايرينه للتزيين كنديروا معاه غير كاس ديال الحليب دغيا كتطلع ديك الساعه الكريمه. هذا حيت درنا نصف لتر ديال الحليب، حنا ما عندناش الغرض تجينا ديك الكريمه واقفه. يعني نصف لتر ديال الحليب هو القياس ديال هذا الكلاص هذا، ونيت كيخرج لينا هكا كميه كبيره كيف كتشوفوا، يعني كتطلع الكريمه كتجي واقفه، ولكن في نفس الوقت ماشي ديك الكريمه القاصحه بحال اللي كنديروا في التزيين. هنا من بعد ما كنطلعوا الكريمه مزيان كنضيفوا عليها 2 علب ديال الياغورت اولا دانيت ديال فلون كراميل. 2 علب ديال الفلون كراميل. هنا غادي نضيف عليها واحد ساشي ديال الفلون، حتى هو بنكهه الكراميل. يعني هاد الفلون كيجي من هاد الكلاص عفوا كيجي من السم بالمذاق ديال الكراميل، كيجي بنين بزاف بزاف. صافي هنا غادي نكملوا التخلاط، غادي نخلطوا مزيان حتى ينسجموا لينا المكونات مع بعضياتهم، يتخلط مزيان مزيان كيف كتشوفوا كتولي لنا كريمه عاقده. صافي وغادي نحبسوا من التخلاط، يعني ملي كنحصلوا على الكثافه ديال الكريمه كتولي لينا بحال هذا الشكل، القوام ديالها كيولي بحال هذا الشكل. صافي هنا كتكون الكريمه واجده. صافي دابا غادي ندوزو باش نديرو على هاد الكلاص بعض الاضافات هكا باش ملي نتناولوه ما كنبقاوش كناكلو غير الكريمه، يعني كتكون هكا واحد شويه ديال القرمشه في وسط من داك الكلاص. هنا غادي ندير دوك البيبي د شوكولا، يعني داك الشوكولات ديال الكوكيز، وغادي نضيف بسكوي، اي بسكوي بغيتو. انا اختاريت ندير هاد النوع هذا مومو، يعني هذا الثمن ديالو رخيص، راه كيعمل غير درهم واحد للساشي، يعني ماشي فحال داك الاوريو ولا، يعني كيكون زايد شويه في الثمن. هذا راه رخيص بزاف، يعني غير درهم واحد للساشي، تقدروا ديروا واحد اولا جوج، غير هكا باش كنحصلوا على ديك القرمشه كيف قلت لكم في الماكله. فاش كنجيو ناكلوا الكلاص ما كناكلوش غير الكريمه وصافي هكا كرطبه، مره يعني كنحسوا هكا بديك القرمشه ديال الشوكولات وديال داك البسكوي. تقدروا تضيفوا حتى المكسرات، يعني لوز، لاكاجو، الكركاع اللي بغيتو. بالنسبه لهادو كيبقاو فقط اضافات، تقدروا ديروهم، تقدروا تستغناو عليهم، كيبقى لكم الاختيار، اولا كديروا داكشي اللي متوفر عندكم يعني في البيت. هنا صافي من بعد ما خلطتهم، في التالي كنخلطوا غير بسباتيلا، ما كنحتاجوش نخلطوا بالطراب. صافي هنا انا غادي ندير هاد الكلاص هذا في هذا الاطار، كنشدوه القاعده ديالو كنغلفوها بالسلوفان اولا ببلاستيك.
كيف كتشوفوا كنتحكموا بالنسبه لهذا الاطار كنتحكموا في الحجم ديالو كيف ما بغينا. هنا فقط درت رؤوس ديال الاصابع كيف شفتوا معايا، درتهم في الزيت النباتيه وكندوز هكا غير على الطريفات ديال المول باش هكا ملي نجيو نحيدوه ما نحتاجو نشرطو لا بموس لا حتى بشي حاجه، يعني غير كنفتحوا الاطار كيتحيد معنا بكل سهوله. هنا غادي ندير فقط داك الاطار باش يجي زعما شاد راسو، حيت درنا في القاعده غير البلاستيك. درتو فوق من هذيك غير القاعده ديال داك المول اللي كيتحل من الجناب وصافي. تقدروا ديروا بلاطو ولا طبسيل صافي، وكنفرغوا فيه هاد الكلاص هذا. بالنسبه كيف قلت لكم الحجم ديال الاطار هذا يعني نتوما كتحكموا فيه. الا بغيتو يجيكم الكلاص عالي كتصغروا شويه ديك الدوره ديال الاطار، بغيتو يجيكم الكلاص حاني شي شويه يعني ما يكونش عالي كتكبروا شويه ديك الدوره ديال الاطار وكيجي حتى الشكل ديالو يعني حتى الحجم ديالو كيجي شويه كبير على هذا. الا ما عندكمش هذا الاطار كديروا مول عادي كتفرشوه غير بلاستيك وكديروا فيه الكلاص ديالكم باش غير كيجمد كتقلبوا المول كيهبط بكل سهوله. كتحيدوا ديك الساعه غير ديك البلاستيكه اللي كتكونوا فرشتو وصافي وكتزينوه وتقدموه. هنا غادي نغطي الوجه ديالو كذلك بلاستيك من بعد ما سرحت ديك الكريمه مزيان وقديتها، وكنضربوا شويه داك الاطار ولا داك المول باش هكا ما كيبقاوش دوك الفراغات عندنا في الوسط. ودرت له بلاستيكه من الفوق باش ما هكا ما يشمش الريحه اللي كتكون ديال الاشياء اللي كتكون في المجمد. صافي هنا مباشره كنديرو في المجمد على الاقل 6 ديال السوايع. انا للامانه فقط راني بيتو ليله كامله، يعني خدمته معكم في العشيه وبيتو ليله كامله وحتى الغد ليه في الصباح عاد زينتو هكا كنكون متاكده بلي راه جامد وشاد راسو مزيان. المهم على الاقل غادي تخليوه 6 ديال السوايع، حيت هكا درناه بحجم عائلي يعني غادي ياخذ شويه ديال الوقت باش يجمد مزيان. صافي دابا بكل سهوله كنحيدو غير داك البلاستيك اللي كيكون الفوق وكنحيدو داك البلاستيك اللي كنكونوا دايرين على الاطار من التحت. صافي وكنفتحوا الاطار كيتحيد بكل سهوله كيف قلت لكم، ما كنحتاجو نسخنوا دوك الجوانب لا والو. صافي وكنقلبوا في الطبق ديال التقديم، كنحيدو البلاستيكه اللي كنا دايرين لتحت وكنزينوه بداك الشيء اللي بغيناه. نتوما كيف شفتوا راه كيجي عالي، يعني تقدروا يجي الحجم ديالو كبر من هكا الا وسعتوا هكا الاطار اولا درتوه في مول شي شويه واسع. صافي هنا كنزين فقط بلوز كونكاسي، تقدروا ديروا رقائق اللوز، رقائق كاوكاو، كاوكاو مهرمش اللي عندكم اللي بغيتوا تزينوا به كتزينوا به. وهنا غادي نضيف شويه ديال داك الشوكولات ديال الكوكيز، دهنته بواحد شويه ديال الزيت النباتيه حيت كيكون هو اللون ديالو شويه مضبب يعني ما كيكونش هكا كيلمع. ها نتوما كيف كتشوفوا فاش درت ليه واحد شويه ديال الزيت غير باش كيتلبس بديك الزيت كيولي كيبري وصافي كيولي هكا اللون ديالو زويون وكيجي الشكل ديالو زوين وكيبري. هنا غادي ندير صوص كراميل، غادي نبقاو دائما في الطيم ديال اولا في النكهه ديال الكراميل. كنديروا خطوط، تقدروا ديروا غير داك دانيت اللي كيكون ديال الكراميل يعني كيكون سائل هكا شويه يعني كيكون خفيف. غادي تخلطوه مزيان واحد البواطه غادي تخلطوها مزيان وديروها في بلاستيك وتزينوا بها ديروا بها دوك الخطوط. صافي وهذا هو الشكل ديالو كيف كيجي من بعد، كيجي زوين بزاف بزاف. كيجي يعني الحجم ديالو كبير ويعني كيخرج كميه كبيره، والثمن ديالو كيف قلت لكم راه كيبقى بسيط بزاف بالنسبه مقارنه بالنسبه يعني الكلاص اللي كاين في المحلات او اللي كيتباع على برا. وصافي ها نتوما كيف كتشوفوا كيجي من الداخل هكا فيه دوك الحبيبات ديال الشوكولات ودوك الطريفات ديال البسكوي. حتى في الماكله يعني في العضه كيجي هكا كنحصلوا على ديك التقرميشه، والمذاق راه كيجي بنين بزاف بزاف. هذه ما نهضروش عليها، راه كيجي بنين في المذاق ديالو بزاف عاد. صافي ها نتوما كيف كتشوفوا هنا بغيت نبدا لكم من الاول، ما حسيتش باللي راه التصوير دا ما دايزش حتى ضربت فيه النص عاد كيبان لي بلي راني ما مخدماش الفيديو، ولكن ماشي مشكل انا كملت معاكم يعني داكشي اللي بقى في داك الطرف. ها نتوما كيف كتشوفوا كيجي زوين. وانا هنا غير كنوريكم باللي راه القوام ديالو ما كيجيش محجر، كيجي فحال الكريم، يعني هو كلاص ولكن في نفس الوقت كيجي داك القوام ديالو رطيب وفحال الكريم، يعني ما كيجيش خايب في الماكله وكيجي هكا قاصح وبحال كناكلو الثلج.
هذا كيجي كريمي وكيجي بنين بزاف بزاف. وهذا هو الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى يكون نال اعجابكم، وكنتمنى تحضروا هذا الكلاص لوليداتكم ولعائلتكم، وان شاء الله ينال اعجابكم. خليتكم على خير، تهلاو في رؤيتكم بزاف بزاف، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفه جديده. بسلام عليكم.